تطبيق السعودية عقوبة الإعدام دون محاكمة عادلة يتم تحت مرأى ومسمع أدعياء الديمقراطية في العالم دون تحريك ساكنا. آخر الإعدامات التي تمت السبت الماضي اعتبرها مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط فيليب لوتر بأنها تصفية حسابات سياسية، وأن إعدام الشيخ النمر يأتي في سياق إسكات الانتقادات ضد النظام خصوصا في صفوف الناشطين، مضيفا أن محاكمة الشيخ النمر كانت غير عادلة بوضوح. ووفقا للمنظمة أعدمت السعودية العام الماضي 153 شخصا، وهو أعلى رقم تسجله منظمات حقوق الإنسان منذ 20 عاما. وغالبا ما تنفذ عمليات الإعدام بقطع الرأس وفي الأماكن العامة، وأن المتهمين لا يحصلون في أغلب الأحيان على محاكمات عادلة، كما لا تبلغ السلطات مسبقا عائلات السجناء بتنفيذ الإعدامات في ذويهم. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن أحكام الإعدام تأتي انتقاما من المحتجين الذين غالبيتهم يخرجون في حراك سلمي، في رسالة واضحة مفادها أنه إذا خرجت إلى الشوارع لتحدي آل سعود فستدفع الثمن. وارتفع عدد عمليات تنفيذ أحكام الإعدام أواخر عهد الملك السابق عبد الله الذي توفي في كانون الثاني يناير العام الماضي، وتسارعت وتيرتها مع اعتلاء الملك سلمان العرش، وبلغت وتيرة مروعة كما تقول منظمة العفو الدولية. وفي أيار مايو الماضي اضطرت الحكومة إلى نشر إعلان لتجنيد 8 جلادين إضافيين للتعامل مع ارتفاع عمليات الإعدام. وتواجه منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان صعوبة في تفسير هذا الارتفاع في بلد يفتقر فيه النظام القضائي إلى الشفافية، فيما تقول العفو الدولية أن السعودية هي من أكثر البلدان تنفيذا لعقوبة الإعدام. وأشارت إلى أنه إن كان بلد ما عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فعليه الالتزام بالحفاظ على أعلى معايير تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. والأمر المثير للجدل هو أن السعودية أصبحت عضوا في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في عام 2013 ولمدة 3 سنوات، فيما تم انتخابها على رأس لجنة الخبراء المستقلين في المجلس وسط انتقادات واسعة. وكشفت رسائل دبلوماسية مسربة النقاب عن اتفاق بين الدبلوماسيين البريطانيين والسعوديين على دعم انتخاب كلا الطرفين للآخر في المجلس الذي يضم 47 دولة.